النهارده انا طالعه ارد على الست اللي بتقول بصراحه انا سمعت الفيديو ده ضايقني جدا. الست اللي بتقول لو جوزك زعلك او انتي اتخانقتي معاه او مع خطيبك، اوعي تسامحيه بسهوله. ايا كان زعلك عملك ايه، يعني حتى لو حاجه تافهه اوعي، عشان انتي كده مش هيبقى عندك شخصيه. وخليه يلف وراكي ويجيلك زي البوبي. طب انتي حسنتيها ولا ايه؟ طب ما تقولي كلب. طب انتي انا اسفه في اللفظ، انتي بتشيكيها مثلا. ما هو المعنى واحد. اولا انتي ده بيرجع لتربيتك، اللي انتي تقولي على بني ادم كده، لان انتي ما ترضيش لو انتي مزعله جوزك او مزعله خطيبك تسمعي واحده كده، اي واحده طالعه كده على السوشيال ميديا وبتقول لو خطيبتك زعلتك سيبها تلف وراك وتجيلك زي البوبي. انا هقولها زي ما انتي قلتيها اهو. عيب عليكي، عيب عليكي اللي انتي تقولي كده. انتي بتعلمي ايه للبنات وبتعلمي ايه للستات؟ اولا انت بتعلمي حاجه طالعه، انا بقدم محتوى، طالعه بقدم نصيحه. ايه اللي هياخد بيها؟ لو نصيحه كويسه انا هيكتب لي حسنات، لو النصيحه وحشه اي واحده هتعمل بنصيحتك هتاخد سيئات. فما ينفعش ان انت تقولي لها خليه يرن عليكي مره واثنين وثلاثه حتى لو هو مش مزعلك. اوعي يرن عليكي مره واثنين وثلاثه وتردي، لا ردي بعد الخمسه بعد السته. هي دي شطاره يا حبيبتي ولا ايه؟ عشان نبقى فاهمه بس، هي دي شطاره ولا انت كده عندك كرامه لما تردي في سادس مره او خامس مره؟ ايه علاقتها؟ ده علاقتها بقله تربيه. قله تربيه منك لما تلاقي واحد عمال يرن عليكي مره واثنين وثلاثه وانتي شايفه الموبايل ومش بتردي عليه. ده كده مش شطاره منك، ده قله تربيه بيكي.